السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضائنا الكرام. درسنا اليوم هو بعنوان أسرع طريقة روحانية لبهتة شديدة كالجبال. باب البهتة اللي أنا هحطه لك، الباب ده تحافظ عليه حفظ الماء في العين، لأن الباب ده من أسرار الأوفاء، وبالأخص المخمس. والمخمس ما أدراك ما المخمس، يعني في علم الأوفاء بالذات. مخمس شيء يعني بجد أنا جربت جميع الأوفاء، وكل الأوفاء يعني شديدة جدا، إلا المخمس ليه خاصية يعني خطيرة جدا. ولذلك المشتغلين في علم الأوفاء بيفهموا جدا إن المخمس في تعميره ليه طرق كتير جدا تختلف عن المشرق أو المغرب. وكلمة المشرق والمغرب وليس المغرب هي دولة المغرب، ده المقصود. يعني المغرب هي دول، منها المغرب ومنها سلطنة عمان، منها العراق، منها يعني كلمة المشرق يعني زي مصر وأفريقيا والسودان وما شابه. ده المقصد من هنا بالذات في علم المخمس أو علم الأوفاء. لأن أنا هديكم مثال في المغرب، وبالذات دولة المغرب الشقيق اللي أنا فيها شيوخ وأحبة كثار جدا، ليهم في علم الأوفاء بالذات انتبذوا من علم الأوفاء أو اقتبسوا منه وأدخلوا عليه من علم الحرف ما يسمى خاصة الخاصة، وهم أول من تكلموا في خاصة الخاصة. ولذلك تجد أن أغلب المخطوطات الخاصة بالأوفاق لدى أهل المغرب بها يعني يتفرع منها علم الأوفاق بطريقة غير عادية. وأنا واحد يعني كنت من الناس بتبادل في المنتدى العلوم والأوفاء، ودرست مع شيوخ كتير جدا من المغرب عبر الإنترنت وغير الإنترنت وباللقاءات، بالذات في علم الأوفاء وعلم بالأخص المخمس. وجدت فيه أمور كتير جدا جدا جدا، وهي يعني أمور حقيقية. نبتدي على بركة الله. هترسم المخمس، وكلمة المخمس هنا يعني 5 بيوت بالطول و5 بيوت عرضا، وتسمى خانات أو بيوت. ويفضل إن احنا نقول بيوت لأنها في الأصل بيوت المخمس لأنها مساجن للأرواح. بيوت المخمس هي مساجن الأرواح. الأكتر للمخمس هيكون باسم الله كن، هكذا تكملوا للآخر باسم الله كن. المخمس هحط لك الأعداد بتاعته وبدون مشقة وتعب. المخمس ده هنتكلم عن تفصيلة سبق قبل كده، وشرحت لكم المخمس ازاي بنعمر الأوفاء وازاي بنعمره يعني بالعدد. وهنا في المخمس ده هو بيسمى بالتضعيف، يسمى بالتضعيف. يعني مش شرط تجمعه طول وعرض تلاقي نفس الناتج، لأن المسألة هنا مش جملة معايا وأنا طرحت منها مثلا الأس وقسمت على مش طرحت منها مثلا عدد وقسمت على الأس ودخلت في المفتاح وسرت بالتضعيف اللي هو زيادة 1 لغاية المغلاق. الموضوع مش هنا خالص، الموضوع بالعكس، ده ليه تعمير خاص. هحط لكم الأعداد. هنا 349، هنا 343، هنا 342. أنا بكتب بالقلم الهندي ليكم، وسبق قبل كده وهكتب لكم القلم الهندي. 336. القلم الهندي هو 1 2 3 4 5 6، والسبعة والثمانية عادي، لكن التسعة بتتكتب كده والصفر بيتكتب دايرة، عشان لو قابلت أوفاء فيها دائرة اعرف إن ده صفر وليس 5. وهنا هنكتب 357، 338، 351، 334، 347، 348، 356، 335، 341، 355، 352، 346، 340، 359، 344، 350، 358،
337 345 339 والقلب فيه 333. الوفق ده بعد ما تكتبه بالأعداد طبعا انت هتكتبه على ورقة نقية طاهرة أو تكتبه على معدن النحاس. أنا هقول لك ليه معدن النحاس. وبرضه تقدر انك تكتبه في طبق وتمحيه بالماء، وتقدر تكتبه على شقفة نية، يعني قطعة من الطين الني اللي ما دخلتش النار، يعني تجيب تراب وتعجنه بماء. وفيما بعد هتتعلموا ان اغلب الشيوخ وفي بعض الطرق لما بنخش بيها بعلم الاوفاء او الطلاسم بيمزجوا التراب ساعات ببقايا حيوانات، ده في اعمال شر. اسرار كتير هنشرحها ان شاء الله تعالى، وامور كتير هتفهمها. ان السحر مش معتمد على طلسم او تلاوة، بالعكس ده نص الاجابة ونص العمل في الاعمال الروحانية. نصها بيكون من الطبيعة نفسها، تكون الامور من الطبيعة. هو ده الحقيقي يعني المخفي في العلم. ولكن خلوني اقول لكم ان انت كتبت بالزعفران، لو الانسان مائي هتكتب المخمس ده في طبق في ماعن او طاجن، وتكتب التوكيل دائريا بداية من هنا كده. والتوكيل للبهتة لكل من يتكلم في حقك او يتكلم امامك. كلمة البهتة هنا علشان تبقوا برضو يعني الامر واضح اكتر، هو يشبه كتير لعقد اللسان، ولكن عقد اللسان شيء والبهتة شيء. عقد اللسان بتوكل مثلا ان الشخص ده ينعقد لسانه لما اجي اكلمه في مال، ينعقد لسانه لما اكلمه في شيء معين، لازم تسمي شيء. اما البهتة ده شيء مطلق، عمل مطلق. وبهت الذين كفروا، يعني تقدر ان انت تعمل بيه بهتة للظالمين ولأي شخص أمامك. وفي أغلب الشيوخ بتدخل الأعمال دي، إنه لو واحد ليه عند حد دين وعايز يتهرب منه، لا يقدر يشيل حجاب إن دي عنده دين ما يشوفوش، وده حقيقي وده موجود. وبنفس الطرق وتقدر تعمل الطريقة قلت لك هي زي السيف، تقطع بيها اللحم. يعني زي ما بتعمل بيه الخير تقدر تعمل بيه الشر، زي ما بتدافع بيه عن نفسك تقدر تهاجم بيه. فالباب بيختلف في الوقت، ويختلف في الأسماء، ويختلف في التلاوات، ويختلف في الأدخنة أو الأبخرة. فنقول لو انت ناري هتعمل العمل ده على نحاسة وتقربها للنار بس. لو انت ترابي على شقفة نية وتدفنها. لو انت هوائي هتكتبها في ورقة وتعلقها عليك او في الهواء. لو انت مائي هتكتبها في الطبق وتشرب منها. يبقى كده انتوا فهمتوا الطبائع. بعد ما تكتبوا بالزعفران، ايه التلاوة اللي هنتليها؟ الامر بسيط، ابسط يعني. هو فعلا الباب ده يعني، لان سره على فكرة برضو انا عايز اقول لكم معلومة، السر مش في التلاوة، السر فعلا في تركيبة المخمس. التلاوة عليه هيكون القسم الخاص بيك هتقرأه، لأن طبعا البهتة هنا مش قرآن هو اللي هيبهت لك اللي قدامك، بالعكس. الباب ده متعمر بأسماء روحانيين وبتفاصيل طويلة. ولكن سر المخمس هنا هيتفاعل معاك. انت عايز مين اللي يتفاعل في العمل؟ هيكون جن أكيد. إذا لو انت عايزه جن يكون لأجل العمل ده بهتة لأجل شيء عالي جدا، يبقى انت هتقرأ قسم رباني او قسم نوراني. يكون قسم نوراني ما فيهوش لا فيه شيطان، ولا في الجلسه بتاعتك ما يكونش فيها اي شيء كريه ولا غير الرائحه الطيبه. لو انت عايز العمل ده لاي انسان او عايزه يكون ارضي، هتبخر وهتقرا اقسام ارضيه عاديه جدا من عندك على العمل ده. طب فرضا واحد قال لي انا ما عنديش اي حاجه، يبقى انا بقول لك اقرا عزيمه الملوك السبعه. الملوك السبعه الارضيين اللي هي بتلاقي مثلا هي اقسمت عليكم ايتها الاملاك العلويه، مثلا ميكائيل واسرافيل ودرديائيل وسمسمائيل وكذا وكذا. بحق الملوك الارضيه فلان ميمون ومره والابيض بازرار ازري، مثلا بحق الاحمر دمليخ بدملاخ. يعني انت الاقسام دي هتلاقيها موجوده كتير في المخطوطات، وانا هتلاقيها موجوده في القناه عندي كمان، انا نشرتها قبل كده. فالباب بسيط جدا، طبعا هتصرف عمرك وهتتحصن. والعمل ده وانت بتعمله البخور بتاعك حسب الباب. لو انت عايزه في الخير هتبخر طبعا بالعود وبالعنبر وبالجاوي وباللبان الذكر وبعود الند. لو انت عايزه ارضي هتبخر ببخور الملوك الارضيه اللي انت بتشتغل بيهم. وسبق قبل كده شرحت وقلت ان بخور الاملاك الاسبوع موجودين، ولو فتحت كتاب شمس المعارف موجودين، ولو فتحت منبع اصول الحكمه هتلاقي بخور الاسبوع، ولو دخلت القناه عندي هتلاقي، ولو كتبت في جوجل بخور ايام الاسبوع هيجيب لك كل ملك وللبخور بتاعه. فالامر بسيط جدا يعني. فالامر مش معقد ومش واقف على شيء، بل بالعكس واقف على انك تقوم تنفذ وتعمل العمل. طبعا يكون جوه منك الهمه، واهم حاجه تخيل المطلوب اللي انت عايزه قدام عينك وانت شغال، مهما كان الطلب ينجح مباشره.
انتهينا من الدرس وننتقل إلى درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.